السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة وصفة خفيفة سريعة لذيذة سهلة. هي مش كريب، مش بيتزا، مش فطاير. هي كده حاجة كده دمج بين كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. بس أحلى في حاجة فيها إن هي سريعة وبسيطة. بنعملها على البوتاجاز، اقتصادية جدا، وبجد طعمها في منتهى الروعة واللذاذة. تعالوا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. تابعوا الفيديو للآخر علشان في تكات مهمة جدا في التسوية. قبل ما ابدا الوصفه معاكم انا هلا ابو بكر، اعملوا للفيديو لايك وشير، وتعالوا نسمي كالعاده ونقول بسم الله ونبدا على طول. تعالوا نشوف العجينه بتاعتنا السهله البسيطه اللي هي بدون تخمير وبدون عجن. عندي كوبايه من الميه. الميه هنا وزنها 250 مللي، كوبايه او مج الشاي الكبير اللي احنا شايفينه ده انا هشتغل بيه على طول. وكمان كوبايه من اللبن وزنها نفس الوزن 250 مللي. الاتنين بدرجة حرارة الغرفة عادي خالص. المية من الحنفية، مش سخنة مش دافية مش أي حاجة. زي ما اتفقنا احنا مش هنخمر ولا هنعجن. تمام. تعالوا بقى نحط كمان الحاجة اللي هنبهر بيها، يعني اللبن والمية. أنا عندي شوية من الفلفل الأسود، وعندي كمان معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة من الملح. خلوا الملح دايما ظبطوه في الاخر. هبتدي بقى كمان هضيف بيضايه واحده. انا هنا مستخدمه بيضه بلدي، تقدري تستخدمي البيض العادي. ولكن طبعا ناخد بالنا ان البيض العادي بقى حجمه يعني اكبر بسيط يعني من البيض البلدي. خلاص. ده طبعا هيرجع بعد كده الكميه دي اللي هياخدها، وهنشوف مع بعض واحده واحده كده، ما تقلقوش. هبتدي بس اول حاجه ادمج البيضه كويس جدا مع الدقيق، مع قصدي اللبن والميه. خلاص. اول ما البيضه تندمج تماما كده، هو ده المطلوب، انا مش عايزه اكتر من كده. انا مش عايزه فوم ولا اي حاجه، انا عايزه بس البيضه تسيح جوه اللبن والميه. بعد كده بقى هبتدي اجيب كميه الدقيق، وكميه الدقيق عندي هنا كوبايتين كبار من الدقيق. وزنهم بالظبط كان 280 جرام. ممكن تاخد معانا من 250 جرام لحد 300 جرام، على حسب طبعا نوع الدقيق. انا هنا نزلت باول كوبايه كده، وهبدا ادمجها كويس قوي قوي مع الخليط. هناخد الدقيق على يعني دفعات. هنزل بالدفعه الاولى ادمجها كويس قوي مع الخليط السائل. اول ما تندمج والاقي الدقيق مش موجود اختفى معايا، هبتدي انزل بالشويه اللي بعد كده. زي ما قلت لكم انا نزلت بيهم على 3 مرات. خلاص. بنزل باول شويه وادمج فيهم كويس، والتاني وهكذا. وطبعا زي ما انتم شايفين انا ببدا اخد الحروف اللي موجوده في الطبق بتاعي من الدقيق وانزلها، واخد كمان من قاع الطبق اللي عندي، او الحاجه اللي بقلب فيها، يعني عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق مترسب تحت ولا مكتل ولا مكلكع ولا اي حاجه. نزلت بكميه الدقيق كلها، ودي الكميه المطلوبه. انا شايفاها مناسبه جدا، بالذات لحجم البيضه اللي انا استخدمتها. طيب ممكن يبقى سميك معاكم شويه، هنخفه بمعلقتين من الحليب. تقيل يعني اخفيف شويه، هنزود معلقتين من الدقيق. عشان كده بقول لكم ممكن ناخد دقيق من 250 جرام ل 300 زي ما اتفقنا، وننزل بيهم تدريجيا. قلبت الخليط كويس قوي، ده قوام الخليط. حاجه عامله زي الكريب كده، قوام الكريب بالظبط. خلاص. لحد هنا كده تمام. تعالوا بقى نشوف الاضافات الحلوه قوي اللي هنضيفها عليه. انا هنا جبت معلقتين كبار من الشبت، وخدت زهره الشبت بس ما خدتش العروق بتاعته. قطعتهم ناعم على قد ما اقدر، وبدات احطها. خلي بالكم كمان انا هنا واخده الفلفل الاحمر اللي هو الفلفل الالوان، يعني تقدري تحطي اي نوع فلفل انت عايزاه براحتك. عايزه اقول لكم ان تنفع اكله سريعه قوي، جميله، خفيفه. انا عن نفسي بحبها جدا لما اكون كده عايزه اغير في الاكل، وعايزه حاجه بسيطه وخفيفه وسريعه وكمان اقتصاديه بعملها. وكمان تنفع جدا في العشاء. تمام. قلبت بقى الشبت والفلفل مع الخليط كويس. تمام كده الخليط عندي جاهز. نقدر نسوي على كده، ولكن في اضافه تانية هتخلي الخليط، او هتخلي الفطاير بتاعتي، او الحاجه الحلوه اللي انا بعملها دي طعمها حلو كده، وهتثبت عليها الحشوه كمان. انا جبت عندي 3 بيضات هنا. يعني ممكن تضاعفي كمان كمية البيض او تقللي على حسب كمية العجينة اللي انت عاملاها. كل اللي عملته ان انا حطيت شوية من الفلفل الاسود على البيض، وابتديت كده اضربه كويس قوي لحد ما البيض يسيل معايا خالص. وهو ده المطلوب بالظبط. هضرب البيض كويس قوي، وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. وزي ما قلت لكم خلي بالكم معايا في التسوية، لان التسوية مهمة جدا. نجاح الوصفة دي متوقف على التسوية بتاعتها. طاسة عندي على النار هتكون ما بتلزقش، هبتدي اديها مسحة كويسة من الزيت. طيب الطاسة عندي هنا مش هخليها سخنة، لا هخليها دافية. انا عايزة الطاسة دافية بس مش عايزاها سخنة. سخنة اول ما هنزل بالخليط هيمسك، وباردة الخليط هيسيل معايا. فانا عايزاها دافية. هنزل بالخليط هيبدأ يتشمع بسيط كده، وده المطلوب. تعالوا نشوف هنسوي ازاي. باخد شوية من الخليط على قد الطاسة اللي عندي. طبعا الطاسة اللي عندي هنا تقريبا مقاسها 24.
هنزل كده بيها، وهبتدي اخلي عندي درجة حرارة النار متوسطة. انا مش عايزة نار عالية، فهتديني لون كده على طول للفطيرة بتاعتي، ومش هتخليها ابدا تستوي من جوه. هسيب الفطيرة كده لحد ما تبتدي تسيب من الجناب زي ما انتوا شايفين، وتمسك من الوش. اخدت مني حوالي قد ايه؟ حوالي 5 دقايق على نار متوسطة. بعد كده ببتدي اجيب بقى الزيت بتاعي، هدي للفطيرة دهنة حلوة قوي من فوق الوش كده. خلاص انا هنا بتأكد ان النار متوسطة من فوق الوش. المطلوب مني يا جماعة مش ان اسيب العجينة بتاعتي او الكريباية او الفطيرة بتاعتي تاخد لون من تحت، وهقول لكم دلوقتي ليه. هي مجرد ما تشمع كده اديها دهنة كويس، بس اهم حاجة تكون بتتمسك معايا كويس، ما بتقطعش مني، لان لو جيت اقلبها وهي بتقطع مني معنى كده ان هي لسه ما شمعتش كويس من تحت، فرجعها تاني. تمام. يعني لو جيت امسكها لقيتها لا بتتقطع، اسيبها زي ما هي كده. قلبتها على الوش التاني بعد ما اديت له الزيت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بجيب البيض اللي عندي وافضل اقلب فيه كويس قوي. خلاص، وهبتدي اخد كده من البيض اللي عندي ده كده يعني معلقتين 3، واحط على وش العجينة بتاعتي. شفتوا طبعا هي قد ايه سهله، لا خمرناها ولا قعدناها شويه ولا اي حاجه، عملناها واشتغلنا بيها على طول. ودي احلى حاجه بتعجبني فيها بصراحه، سرعتها وسهولتها. ببتدي افرد معلقه البيض كده او شويه البيض اللي انا خدتهم على وش الفطيره. تقدري تكتري، تقدري تقللي، تقدري تستغني عن البيض خالص لو مش حابه. بصراحه هو يتاكل كده حاف، يعني نعتبره بقى ايه، عيش او كريب وناكله كده حاف. طعمه في منتهى الروعه بجد بالاضافات دي. هتلاقوني عاملاها معاكم على القناه بدون اضافات. يعني انا عامله العيش لوحده كده بدون اضافات، كان طعمه حلو جدا جدا. يلا بقى على الوش حطي اللي انت عايزاه. انا هنا هحط زيتون متقطع شرايح، ودايما بحب استخدم الزيتون الاخضر يعني. حابه تستخدمي اي حاجه عندك حطيها. حطيت كمان شرايح من الفلفل وشرايح من الفلفل الالوان يعني والاخضر. تقدري تحطي طماطم بس شيلي القلب بتاعها. تقدري تحطي اي حاجه عندك انت حباها، بس اهم حاجه وزي ما اتفقنا مع بعض على طول تكون مستويه. حطيت كمان شويه جبنه من على الوش كده. يعني انا بحاول اقنع نفسي ان هي بيتزا. على فكره طعمها بالنسبه لي انا احلى من البيتزا بكتير. هسيبها كده شويه حوالي 5 دقايق كمان، تكون اخدت لون حلو من تحت ده كده. وده كده معناه ان هي استوت. وطبعا الجبن هتكون ساحت عندي، تقدروا تغطوها وتقدروا تشتغلوا في طاستين. طيب تعالوا نشوف كده هنعمل ايه عشان نسوي الفطيره التانية او اللي وراها على طول. لازم نبرد الطاسه. يعني انا مش عايزه الطاسه تكون سخنه زي ما اتفقنا، هتكون بارده. بعمل ايه؟ باخدها كده تحت الحنفيه، يا دوبك الميه تنزل عليها خلاص كده، هو ده المطلوب. واديها دهنه كويسه من الزيت، وهجيب الخليط بتاعي هقلبه كويس جدا جدا عشان ادمج المكونات تاني مع بعضها. لان ممكن جدا الخضار يرقد تحت، لان زي ما انتم شايفين الخليط قوامه خفيف مش سميك. بنفس التكنيك هشتغل. هسيب الخليط كده جوه الطاسه لحد ما تبتدي تفصل من الجوانب. هبتدي اديها دهنه حلوه من الزيت من على الوش كده، وبعد كده على طول ابتدي اقلب. شايفين هي بتقب شويه كده معايا من النص، لو واخدين بالكم. مش عارفه واضح لكم ولا لا. طب بصوا بقى، هنا انا بدات كده عشان اقلب، حسيت ان هي لا ما استوتش. ليه عرفت ان هي ما استوتش؟ بدات كده تحس انها تقطع في ايدي، فسبتها كمان دقيقه، وبعد كده رحت علشان اقلبها. تمام. لو حسينا ان هي تقطع في ايدينا لا سيبوها، هي كده لسه مش جاهزه ان هي تتقلب. قلبتها عادي، وزي ما اخدتوا بالكم انا مطلعه الاولى على شبكه، عايزاها تبرد. ما تطلعوهمش وتحطوهم فوق بعض على طول علشان هيعجنوا. سيبيها تبرد وبعد كده رصيها فوق بعضها عادي جدا. بعد كده برضو هحط على الفطيره من على الوش شويه من البيض. واي اضافات عندكم حطوها طبعا زي ما انا حطيت قبل كده. تقدري تحطي شويه جبن بس من على الوش، تقدري تحطي بيض وجبنه، تقدري تستغني عن البيض خالص تحطي جبن، تحطي خضار زي ما انت حابه. وزي ما قلت لكم برضو تقدروا تاكلوه كده، لان بجد طعمه كمان كده من غير اي اضافات حلو جدا. هي الوصفه في منتهى الروعه والجمال، لازم تجربوها بجد. طبعا هسيبها كده على نار متوسطه يعني 5 دقايق كمان، هتكون اخدت لون حلو من تحت وهيكون تمام. طبعا لو عندكم طاسه اكبر تقدروا تعملوا الفطيره او ال- البيتزا بتاعتنا بحجم اكبر. لو عندكم طاستين 3 تقدروا تشتغلوا فيهم، هيبقى اسرع معاكم في الوقت. بصوا بقى الجمال، بصوا شكلها عامل ازاي. شكلها يفتح النفس. انا وريتكم الظهر، شفتوا الظهر شكله عامل ازاي. او احنا لو ما حطيناش اي اضافات على الوش بقى هيبقى هو ده الشكل بتاعها. طعمها حلو جدا وجميل جدا يا جماعه. تقدري تلفيها تعمليها سندوتشات يعني. على فكره الولاد ممكن كمان ياخدوها المدرسه. هي حلوه وجميله، سهله وبسيطه. بنسويها على البوتاجاز، ما فيهاش اي غلبه، ما فيهاش اي حاجه صعبه بجد. قولي لي رايكم، جربوها قولي رايكم.
كالعاده هطلب منكم في نهايه الفيديو تعملوا الفيديو لايك وشير، ولو كنتوا اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه، كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديده، واقول لكم مع السلامه.